تعلمي إن من أكتر الحاجات اللي بتزود الهشاشة النفسية إنك تفضلي تقارني نفسك باللي حواليكي، خصوصاً على السوشيال ميديا؟ يعني تفتحي تليفونك تشوفي بنت لبسها حلو، أو حد مسافر، أو واحدة بتتكلم عن حياتها المثالية، وتلاقي نفسك من غير ما تحسي بتقولي ليه أنا مش زيهم؟ ليه حياتي مش كده؟ المقارنات دي بتستنزف روحك وبتخليكي طول الوقت حاسة إنك ناقصة. لكن الحقيقة إن كل واحد عنده ظروفه وعنده ابتلاءاته وعنده نعم ربنا اداها له. انتي مش شايفة غير الصورة اللي بيختاروا يظهروها، لكن محدش بيعرض الجانب التاني. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من ده وقال: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تصدروا نعمة الله عليكم. رواه مسلم. وربنا سبحانه وتعالى أعلمنا نركز على اللي عندنا ونحمده، وقال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. يعني بصي على رزقك، على صحتك، على ولادك، على أبسط الحاجات اللي عندك، هتعرفي إنك غنية جدا بنعم ربنا. خليكي مؤمنة إن كل إنسان ليه نصيبه، وإنك مش محتاجة تقلدي أو تعيشي حياة غيرك عشان تبقي سعيدة. السعادة في الرضا والقناعة، مش في اللايكات والشير. قوليلي بصراحة، أنتي من النوع اللي بيتأثر بالمقارنات على السوشيال ميديا، ولا عرفتي تتحكمي في نفسك وتعيشي برضا؟ تابعينا في قناة عالم زهرة، واعملي لايك واشتركي وطوري من نفسك.